ورمضان ما ينفعش من غير سمنة بيورلاند الحلوب. يلا بينا نعمل احلى كنافة مع سمنة بيورلاند الحلوب. بصوا بقى شكل السمنة وترميلتها عاملة ازاي، ولا ريحتها الا قلب المطبخ، خطيرة. تعالوا بقى نعملها سوا. هنجيب الكنافة وهنقطع الكنافة ونحط السمنة ونحمر فيها الكنافة، وطبعا هنحط بقى سمنة كتير عشان الكنافة تتحمر حلو ويبقى لونها ذهبي كده، وهي اصلا شكلها خطير. بصوا بقى شكل الكنافة لما اتحمرت، بصوا شكلها بجد فظيع. وهنجيب كيسين كريم شانتيه دريم وهنضربهم بربع كوباية لبن ساقع عشان يتضربوا مننا بسرعة. بس فضيناهم وهنحط عليهم شوية لبن ساقعين وهنضربهم بالمضرب. بصوا كده اهو خلصوا على طول. نجيب بقى الكنافة بتاعتنا اللي حمرناها وهنحط عليها شوية عسل، وهنحطها بقى في اي اطباق تقديم احنا عايزينها بعد ما حمرناها بسمنة بيورلاند الحلوب. وطبعا مش هنسيب الكنافة بقى كده، هنحط عليها الكريم شانتيه اللي احنا عملناه، وهنحط بقى احلى مانجا وفراولة من ميركاتو العبور. بصراحة المانجا بتاعتهم خطيرة والفراولة ريحتها تجنن. بصوا شكلهم عامل ازاي، بصوا شكل المانجا بتاعت ميركاتو عاملة ازاي. وعملنا احلى صينية كنافة بالمانجا والفراولة. بس كده، وكل سنة وانتم طيبين.